السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طلعنا عند الحمام بدري يا جماعة، بسم الله ما شاء الله. دلوقتي الساعة 6 الصبح، منظر الشروق جميل جدا، سبحان الله، اللهم بارك. هنبتدي ان احنا نفتح للحمام ونفطره بدري كده. ضروري جدا ان انتوا تفطروا الطيور في الصيف بالذات بدري، لكن في الشتاء مفيش مشاكل. يعني الشتاء مبقاش فيه شمس اصلا، لكن طالما الصيف طلع لازم نطلع للحمام بدري شوية، يبقى اقصاها الساعة 9 10 بالكتير، يعني قبل الظهر. علشان غلط جدا ان احنا نفتح على الطيور ونأكلها تاكل وتشرب مية ساعة الظهر كده، بيسبب لها عسر هضم ومشاكل معوية كتير ان احنا نقدم الاكل في فترة الظهرية، خاصة في الصيف. زي ما انتوا مثلا ما تاكلوا اكلة كده في عز الظهر في عز الحر وتحمى عليكم، كذلك الطيور يعني الاكل بيبقى تقيل عليها مع الحر وحرارة الجو وكده. فلازم ان هم جعانين بسم الله ما شاء الله مستنيين اهو. نبتدي ان احنا نحط لهم الفطار، نفطرهم ونفتح عليهم الستارة. طبعا انا لسه مقفله عليهم لحد دلوقتي، مش هفتح الا بعد 21/4. لما يعدي 21/4 بعد شم النسيم نفتح عليهم، يكون الجو اتغير والجو اتعدل كده، لان طبعا بالنهار بيبقى حر جدا وبالليل برد جدا. سبحان الله، التقلبات الجوية دي ممكن تعييهم وتتعبهم وتعمل لهم نزلات معوية، وتعمل لهم امراض تنفسية وبرد وما الى ذلك يعني. فاحنا طبعا في غنى عن ده كله. قرب المغرب كده بنقفل عليهم ومفتحش عليهم الا الصبح، اما تكون الشمس طلعت زي ما حضراتكم شايفين كده والجو يكون دافي. اليوم اللي بيبقى فيه جو مش دافي وفيه هوا ومفيش شمس كويسة ما بفتحش عليهم، زي ما اي حد بيعمل في بيته، بيقفل بيته عشان خاطر اولاده، عشان يحافظ على نفسه وعلى بيته. برضه احنا نعمل مع الحمام كده ونحافظ على صحة الحمام علشان نشوفوا خير وتشوفوا انتاج بسم الله ما شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين كده الحمام عندنا زي الفل، اللهم بارك. نبتدي ان احنا نفطرهم، اللهم بارك يا جماعة. ضروري جدا الحمام يكون جعان، ما تسيبوش الاكل ليل ونهار قصاد الحمام. فضل اكل عند الحمام بعد ما كلوا وشبع، قشطوا الاكل وشيلوه في علبة وتاني يوم حطوه. اما الحمام ياكل على جوع وعطش كده بسم الله ما شاء الله، يدوكوا اوزان وصحته تبقى ممتازة، وحجم الحمام ووزنها سواء زغاليل او حمام كبير يبقى جميل جدا. زي ما انتوا عارفين انا بنضف كل اسبوع، حتى يعني لو نضفنا كل يوم المكان هيفضل زي ما هو كده، كان بنضف كل اسبوع. لو المكان طري شويه بنضف مرتين في الاسبوع، لكن بفضل المكان بيبقى ناشف وبنضف مره في الاسبوع، فدي احسن حاجه للحمام. زي ما انتوا شايفين كده بنبتدي ان احنا نتفقد كل عش لوحده وكل سلاكه، بشوف احجامهم عامله ازاي بسم الله ما شاء الله. الحمام كل يوم بيكبر عن التاني بسبب ان انتوا طبعا بتنضفوه وبتعتنوا بيه، بتغيروا الميه كل يوم بسم الله ما شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين كده طبعا احجام الحمام فرقت عن الفيديو اللي فات، كل يوم عن التاني بسم الله ما شاء الله الاحجام بتفرق. لازم المتابعه اليوميه دي، وتبصوا في كل عين وتشوفوا زغلول واقع، حاجه واقعه، لازم ضروري يا جماعه، حاجه مش واكله. يعني لو مثلا مش بياكل اتنين، جوز مش بياكل اتنين كويس، تشيلوا واحد وتحطوا واحد بس، وتحطوا زغلول عند اللي بياكل كويس. يعني ده كان زغلول واحد، انا حطيت معاه واحد تاني، الجوز ده بياكل كويس بسم الله ما شاء الله. ده الروتين اليومي لينا مع الحمام، نطلع نهتم ونبص في كل عش شويه، اللي في البلاص دوت ولا في الزير ما شاء الله. ده جوز روماني، هو بياكل واحد كويس والتاني مش بياكله كويس، فنقلته مع زغلول تاني. وده كبر بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك اهو. طبعا الحمام اللي انا وريتهولكوا في اخر الفيديو اللي فات ده اتباع وراح لصاحب نصيبه، يعني الحمد لله، بألف هنا وشفا للي خده. دول جوز راقد على بيضتين، انا حطيت لهم بيضه كمان لانهم حنينين وبياكلوا كويس. ودول بسم الله ما شاء الله برضو بياكلوا كويس، اللهم بارك. هنبتدي بقى ان احنا نغير لهم الميه، نحط لهم ميه نظيفه، لازم الميه تتغير كل يوم.
كل يوم لازم المية تتغير. طبعا الحمام بيفاجئنا بمفاجآت حلوة، اللي بيخرج واللي بيكبر وكده. فطبعا انا بشارككم يومياتي مع الحمام. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين كده الحمام بصحة ممتازة. لازم نهتم بالمية بتاعته وبالاكل كويس. وارجعوا للفيديوهات السابقة ان شاء الله تستفادوا منها. خليكم معايا لحد اخر الفيديو عشان اوريكم اشتريت فخار، واوريكم اللي انا اشتريته كده. وان شاء الله الفيديو الجاي هقول لكم انا بعتقه ازاي وبعمل فيه ايه علشان يتعتق وعلشان نستخدمه يكون جاهز للاستخدام. هاي اللي الجزء اللي على الارض دي الاسود والابيض والصغيرين دول كلهم ما شاء الله بعتهم، اصحاب نصيبهم بالف هنا وشفا، لان لو قعدوا عندي هيخسوا. دايما يا جماعه لازم تطلعوا من الحمام علشان تصرفوا عليه. طبعا الكلفه غليت وانا قلت لكم كتير لازم تطلعوا من الحمام اللي عندكم علشان تصرفوا عليه. بنبيع الحمام ونجيب بداله كلفه وبنمشي حالنا. بسم الله ما شاء الله، قولوا اللهم بارك يا جماعه. من احلى المناظر تاكيل الحمام ده، انا بحب المناظر دي جدا. اما بطلع للحمام مش بحط له اكل وميه بس، لا بحب اتفرج وبحب اشوف كل حاجه لوحدها كده. بنبسط جدا لما بتفرج عليه، يعني حاجه تريح النفسيه. يا ريت كل الناس تربي حمام، لان هوايه جميله جدا ومسليه وفي نفس الوقت بتجيب ربح. انا بعت الحاجات الصغيرين اللي كانت على الارض دي. هما بسم الله ما شاء الله بعد ما بيفطروا بقى بيبتدوا ان هما يستحموا في الميه، بياخدوا من الميه كده وينزلوا على صدرهم، يعني قلب يستحموا بينظفوا نفسهم، يعني بينتعشوا. طبعا لما بيطلع الصيف انا بفتح الميه في الحوض وبخليهم يستحموا، بياخدوا شاور كده. بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله الفيديو الجاي يكون الجو حر جدا بالنهار كده وافتح لهم الميه واوريكم. انتظروا ان شاء الله الفيديو القادم هيكون استحمام الحمام، منظر ممتع جدا. يعني بفتح لهم الميه في الحوض وهم عارفين واخدين على كده، فبيدخلوا تحت الحنفيه وبيقعدوا يستحموا. من المناظر المحببه ليا جدا وبحب اتفرج عليه يعني وقت طويل. لكن بصور لكم طبعا على قد الفيديو 8 دقايق 9 دقايق عشان تستمتعوا معانا بمنظر الحمام واستحمام الحمام. ان شاء الله الفيديو الجاي هيكون كده، وهنقدم لكم برضو بعض النصايح والوصفات اللي انا بقدمها للحمام. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. هما بيحبوا يرطبوا على نفسهم كده خاصة في الصيف، لان الجو بيبقى حر شوية. وما تنسوش تحطوا لهم شوية خل في المية او ليمونة في قلب المية، بتطري عليهم وبتهبط درجات الحرارة، خاصة في الايام الحر اللي احنا فيها دي بالنهار يعني. دلوقتي بقى انا هوريكم الفخار اللي انا اشتريته. بسم الله ما شاء الله، جبت طاجنين حلوين. الطاجن ده مش مطلي خالص، انا هعتقه ان شاء الله المره الجايه واوريكم بعتقه ازاي. ده مرشوش بورسلين اللي هو زي السيراميك كده. بسم الله ما شاء الله، بس ده فرز تاني. طبعا هو سعره اغلى من كده بكتير، بس هو عشان فرز كده فيه بعض النقرات كده بسيطه خدته بسعر بسيط جدا جدا، مش هتصدقوا سعره. هقول لكم الاسعار في الفيديو القادم ان شاء الله، وهوريكم ازاي بعتق الفخار ده. يعني ده خلاص كده، ده مرشوش، ده ما بيتعتقش، يعني جاهز للاستخدام. والتاني هنعمله ان شاء الله.